نشوفوا الفيديو واحد جديد. السلام عليكم، انا خوتي خواتاتي متابعين ديالي، هنايا نقدم لكم واحد الفيديو بسيط بزاف بطريقه رائعه بزاف. والشمع اللي كيتستعمل في البيت اللي كيطلق النسمه كيخلي النسمه رائعه بزاف. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنصنعوا الشمع ديالنا. اقتصادي والثمن ديالو غالي. كيطلق النسمه كيخلي الدار يعني بواحد النسمه رائعه بزاف. هنايا وكتشوف كيفاش كتشوفوا كنشعلوها وكتخلي كتبقى كتخلي واحد النسيمه في الدار ما شاء الله. كتطلق ديك النسمه بديك المكونات باش كنصنعوها خوتي. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي قهوه كولونيا، جوج شمعات وقرنفل. يعني هنايا كنجيب واحد المقله ما كنحتاجوهاش فحال هاد الشكل هذا. كندوب ديك الشمعات، انا غامت غير جوج باش نوريكم غير الطريقه. نتوما الا بغيتو تعملوا بزاف عملوها، اللي حبيتو يعني اي حاجه، يعني بزاف 5 6 تشميعات باش على حسب. وكتجيب واحد العلبه، انا نوريها لكم. يعني العلبه ما تكونش البلاستيك، تكون ضروري الدجاج اللي ما كتهرش. كنبدا نحركوها كندوبوها حتى كيدوبنا الشمع ديالنا كامل. وديك الفتيله ديالها كنحتاجوها ما كنسيبوهاش، كنحتفظوا بها. باش كنخدموا بها من جديد. كما كتشوفوا نرفدها هادي هاد فتيله مخبعه هنايا عندي جانبا فواحد التبصيل باش كنزلها كتقطر من الشمع باش كنخدم بها. كتجي واحد العلبه بحال هادي، انا عملت غير جوج شمعات يعني غير نوريكم الطريقه. ثم الا بغيتو العلبه دجاج كبيره، انا ضفت قهوه تبارك الله ما شاء الله كتحيد الطاقه السلبيه وكتطلق واحد النسيمه وقرنفل. يعني اي ماده اللي بغيتو تستعملوا فيها نتوما حبيتو تستعملوها. عندي القرنفل المطحون وعندي هذا يعني يعني ماشي مطحون. هنايا كنرش عليها كولونيا. يعني الا بغيتو يعني اي نسمه اللي حبيتو تحبوا نتوما عملوها. كنضيف ديك من جديد ديك الفتيله كنشبرها من الخلاله حتى كتبرد ديك الشميعه ديالنا تعوجت لي شويه وصنعوضها كما كتشوفوها. ها هي زودت لها ديك يعني حشيتها. تشوف كيفاش كتشوفوا الطريقه جات رائعه بزاف. انايا وغنشعلوها كتطلق واحد النسمه د القهوه فحال نسمه الكولونيا. المهم كتطلق واحد النسمه رائعه في الدار بزاف ملي كتشعلوها. وفي الحوانت كيكون بالثمن غالي، ديك الشمع اللي كيتباع في اوروبا وديكشي بثمن غالي. وانتم تعدلوها غير في الدار ديالكم كيقام عليكم يعني ارخص ثمن. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش التعليق، والسلام عليكم.